في نوع غريب من الفشل محدش بيحكي لك عنه، ويمكن هو اكتر نوع موجود. ناس شكلها بتحاول وبتسهر وبتتعب، بس في الاخر موجودة مكانها. ليه؟ علشان النجاح بالنسبة لهم مجرد شكل، بيزنس كارد، بوست على لينكد ان، صورة على فيسبوك كلها لايكات، مفيهاش اي انجازات. اللي بيشتغل 12 ساعة مش دايما ناجح، ممكن يكون بيهرب من وجهة قرار واحد. اللي بيتعلم كل يوم مش دايما بيتطور، هو ممكن يكون بيحاول بس يأجل انه يبدأ وبيهرب. اللي بيقولك انا بس مستني اكون جاهز، غالبا عمره ما هيكون جاهز. في ناس بتجري، فعلا بتجري، بس حوالين نفسها، وبتقنع نفسها انها في الطريق، بس في الحقيقة هي مش عاوز توصل اصلا، لانها عارفة انها اول لما توصل لازم تثبت نفسها، ولما هتغلط هتقع قدام الكل. الناس دي مش فاشلة، لكنها بتتصرف زي الفشلة علشان ما يتحطوش في موقف اللي بيغلط قدام كاميرا والناس كلها شايفاه. النجاح مش مرعب، المرعب هو الضوء اللي بيجي بعد النجاح. الناس بتقول لك نجحت، ما تورينا بقى. وانت لو مش قد الكلام ده هتضيع. عشان كده في ناس بتفضل انها تفضل في مرحلة السعي علشان عمرهم ما يتحاسبوا. بس خليك فاكر، في لحظة السعي بيكون ستارة، والستارة دي هتخنقك انت. سلام.